هو كده كل الناس هتطرد من بيوتها؟ يعني اي حد عنده عقد ايجار او قاعد في شقة ايجار هيطرد من بيته؟ لا طبعا. ليه؟ هو كلنا طبعا متابعين ان في قانون ايجار جديد بقى طلع والايجار القديم اتلغى وقصة كده. لا، هو احنا كل اللي حصل ان اي عقد ايجار قديم 59 سنة خلاص ده بينتهي بعد 7 سنين. طب اني بقى عقد ايجار؟ ما هو احنا عندنا عقود ايجار كتير جدا 59 سنة، وفي ناس اجرت يوم مثلا 1/1/2002، في ناس اجرت في 2003 و1996. يا ترى بقى اني عقد منهم اللي هينتهي بعد 7 سنين من النهارده، من يوم 5/8؟ يعني احنا النهارده في 5/8/2025. تمام. تمام. 2025 نعد 7 سنين، وبعد كده العقد ده هينتهي بالنسبة للسكن، وبالنسبة للتجار اللي هي المحلات يعني هينتهي بعد 5 سنين. طب أنهي عقود بقى؟ ما ده السؤال المهم اللي لازم نعرفه. العقود اللي هي تاريخها بادئ من 31/1/1996. أي عقد من 31/1/1996 او قبل كده، كل العقود دي هو يطلق عليها لفظ عقد ايجار قديم. طب لو في واحد مثلا اجر في 2025 قعد 59 سنه، احنا بنقول عليه عقد ايجار قديم، لكن هو عقد ايجار جديد. ما هو عقد ايجار الجديد هيبقى بعد او في ظل القانون اللي هو 4 لسنه 96 اللي احنا بنقول عليه ده عقد القانون الجديد. يعني معنى كده انت تعالى شوف تاريخ العقد بتاعك. هل تاريخ العقد بتاعك قبل 31/1/1996؟ لو انت تاريخ العقد بتاعك قبل المدة دي هيبقى ده عقد الإيجار القديم، وهو ده اللي هينتهي بعد 7 سنين للشقق السكنية، وبعد 5 سنين للشقق الغير سكنية اللي هي المحلات. فمعنى كده ان انت لو عقدك بعد 96، معنى كده اللي هو او معنى ادق بقى 1/2/96، انت من اول هنا انت غير مخاطب بالقانون اللي صدر يوم 4/8 وهيبدأ تنفيذه من 5/8. يبقى انت اللي مطالب ان انت او اللي هيبتدي يتنفذ عليك القانون ده اللي هو قبل 31/1/1996. كده هيطبق عليك القانون الجديد. طب القانون الجديد ده بقى بيقول او عدل او عمل ده اللي احنا هنتناقش فيه في الفيديوهات اللي جايه. تابعونا. معاكم جرجس عادل المحامي، وشكرا لمتابعتكم.